هناك قضية عدنية واضحة بدأت في عام 67. عدن كانت قبل 67 منفصلة تماما بقوانينها بجيشها بعيدا عن الجنوب، ولم تدخل بالجنوب العربي. وبعد أحداث 67 احتلت بشكل واضح وصريح، وسرح في وقتها أكثر من 12,000 عامل بعدن، وأممت جميع أملاك العدنيين أكثر من 20,000 عدني. هاجروا إلى الخليج وإلى بريطانيا وإلى كل الدول في العالم. فعلا حصلت مظالم من الشمال للجنوب بعد عام 90 وبالذات في 94، ولكن المظالم التي حصلت من الجنوبيين وقتها لأبناء عدن كانت أكثر وأكبر. وزي ما الجنوبيين اليوم يطالبوا بحقوقهم وقضيتهم، حضرموت أيضا تطالب بحقوقها وقضيتها. إحنا أبناء عدن لنا قضية ونطالب بحقوقنا الصاحة والحقيقية. لذلك أي حوار مستقبلي يطالب بحوار جنوبي فهناك قضية عدنية لابد أن تكون مثلها مثل القضية الحضرمية وأي قضية أخرى. أنتم عندكم قضية جنوبية، إحنا عندنا قضية عدنية. أنتم تطالبوا بحقكم بتمثيلكم العادل، وإحنا اليوم نطالب بحقنا في تمثيل أبناء عدن في الدولة والثروة والسلطة. وبعد 2015 بالذات حصل تجريف غير منطقي لأبناء عدن. نحن نرفض هذا التجريف، نرفض هذا الإقصاء. قمعنا السنوات الماضية من قبل المجلس الانتقالي، وهذه تقال بكل صراحة، ولم نستطع وقتها أن نتحدث. لكن اليوم نستطيع أن نقول يجب على المملكة العربية السعودية وعلى الأمم المتحدة وعلى كل دولة ساعية للسلام في بلادنا في اليمن أن تنظر إلى مطالب أبناء عدن. أنا اليوم أدعو أبناء عدن، قيادات وسياسيين، أن يخرجوا من مربع الصمت، أن يتحدثوا عن وجود قضية عدنية عادلة، ولن نصمت بعد اليوم. إذا كانت هناك قضية عادلة في بلادنا فقضية عدن أعدل.